السلام عليكم، مرحبا بكم معايا على القناه ديالي فوزي مريم. اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا كوفيتير ديال الفريز مربى الفراوله. كيف ما كنعرفوا حنا في شهر 3 والفريز دابا موفر الحمد لله في بلادنا، وبنوعيه اللي هي جيده وثمن ايضا اللي هو جيد ومناسب. كيف ما كنعرفوا ان هاد المقادير اللي هي بسيطه اللي تتكون منها هاد المربى اللي غنصاوبو ان شاء الله. فعندي هنايا كيلو ديال الفريز مغسول، وعندي ربعة ديال سنيده سكر الخاشن، وفي الاخير غنحتاج عصير نصف حامضه. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي نقطع هاد الفريز قطع اللي تكون صغيره. غنحيد ليه هاد النباته هادي، نحاول ما نضيعش. قطعوا قطع اللي هي صغيره وغادي نضيف عليه سنيده. فانا غادي نقطع هاد الكميه اللي عندي كامله ونعاودو نتلاقاو. انا هاد الفريز غادي علاش انا غنقطعو قطع اللي هي صغيره، حيت ملي غادي يطيب ما غاديش نعاود نطحنو اولا ندوزو في هذيك الماكينه ديال المطيشه، فغنخليه هكا باش تيبقاو فيه هادوك الطروفه. انا دائما فاش تنبغي نستعمل الكوفيتير هكا ديال الفريز، كنشري دائما هاد النوعيه اللي قلت اللي هي مزيانه، ماشي هذاك الفريز اللي تيكون خاص بالكوفيتير تتكون الجوده ديالو ما تتكونش زوينه بزاف. فانا كنختار هكا الحبه اللي كتكون كبيره وتيكون حتى الثمن ديالو شويه زايد على الفريز الاخر. الفريز ها هو ملي قطعته. دابا غادي نزيد عليه سنيده. بالنسبه هنا سنيده انا ما كثرتش سنيده لحقاش ما كنبغيش الحلاوه بزاف، تتبقى دائما السكر حسب الذوق. انا كنكتفيها بهذا المقدار هذا تاع سنيده. غادي نكب هاد سنيده على الفريز، غنحاول نقلب هكا وغادي نخليه على الاقل واحد 3 السوايع حتى ل4. انا ما غاديش نخليه يبات، لحقاش الا بات غادي يطلق ثاني داك السيرو ديالو بزاف، فما غاديش غادي يستغرق ليا وقت كبير انه غادي يطيب. فانا غنخلي 3 السوايع حتى ل4. عاد غادي نحطو فوق النار. صافي غادي نغطيه. هانتوما كما كتشوفوا يعني مباشره من بعد ما حطيت عليه درت حركته مع سنيده وبدا كيطلق في هذاك السيره. دابا غادي نغطيه كيف ما قلت مده ديال 3 السوايع، نخليه على جنب عاد نحطوه فوق النار. الفريز من بعد ما داز 3 السوايع كما كتشوفوا ها هو طلق هذاك السيرو ديالو، فكنكتفي به انا هكا. غادي نحطو دابا فوق النار حتى تيغلى مزيان. من بعد ما غلا صافي غادي نقص عليه البوطه وغنبقى نحرك فيه هكا بواحد الملعقه خشبيه، وهذيك الرغوه اللي كتكون عندي الفوق غنبقى نحيدها. غادي نبقى نستمر هكا حتى تيولي اللون ديالو غامق ويبان ليا دوك القطع تاع الفريز صافي طابو. غير للاشاره ملي يكون هكا كيطيب ما نحاولوش نغطيو هذيك الانيه اللي حنا دايرينها فيها باش ما تفيضش، لان الا بقات مغطيه غادي يفيض لينا. صافي من بعد ما حصلت على اللون اللي بغيت صافي دابا راه طاب. دابا غادي نضيف معلقه ديال الحامض. صافي حيدت الكوفيتير ديالي من فوق البوطه. كيف ما كتشوفوا داكشي علاش قطعته انا قطع صغيره، ما غنحتاجش انني نطحنه لانه غادي يزيد يختار ملي غادي يبرد. ومن بعد غنحطو في قراعي. انا كنحتفظ به في المجمد، كيبقى عندي مده طويله في المجمد. كنديرو في القرعه ديال البلاستيك اولا تاع الزاج تيكون خاص بالثلاجه.
كنحطوه كيبقى حتى العام، كيبقى هو مسدود فما كيخسرش. صافي دابا كما قلت لكم غادي نتسنى عليه حتى تيبرد، عاد غادي نحطو في قراعي. الكوفيتير ديالنا هو من بعد ما برد درتو في قراعي كما كتشوفوا على هذا الشكل، ها هو خاطر وهذوك الطروفه الصغار اللي بقاو فيه. فكنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكنقول لكم الصحه والراحه. كيف ما سبق وقلت انه مربى بدون مواد حافظه، يعني مقادير اللي هي بسيطه. كنتمنى تجربوه وبالصحه والراحه.